السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي هنبدأ إن احنا نربط الأريز اللي اتكلمنا عليها في الأول بالبوينترز، أو إزاي البوينترز اتعامل بيها مع الأريز. طيب، بالمناسبة أنا ممكن أعمل بوينتر لبوينتر، أخلي بوينتر يشاور على بوينتر، أو أخلي بوينتر يشاور على مكان متخزن فيه بوينتر. مفيش أي مشكلة، فكر فيها بالراحة كده هتلاقي الموضوع مفيهوش أي مشكلة، وشوف الرسمة اللي كنا رسمينها. طيب، لو انا دلوقتي عايز اتعامل مع الاري بتاعتي، فنفس الفكره الاري بحجز لها مكان. فلو جيت قلت انت بالمنظر ده كده، انت array، خلينا نسميها ARR، احجز لها 4 اماكن، او مش لازم اقول احجز لها كام، بتساوي 1 و2 و3 و4. طيب، هي دلوقتي نوعها ايه؟ نوعها انت. طيب، معناها ان كل خانه فيها، يعني مثلا لو جيت قلت array of 0 بالمنظر ده، او جيت قلت array of 1 بالمنظر ده، ولو جيت قلت array of 2، كل واحدة من دول جواها انتجر او محجوز لها 4 بايت. يعني هنا كل واحدة من دول هي عبارة عن نفس الداتا تايب انت، فبالتالي انا حجزت 4 اماكن، كل مكان محجوز له 4 بايت. لان بكل بساطة هنا اكني جيت عملت 4 ارقام مثلا، او ان انا قلت ايه، قلت مثلا اكس بتساوي 1 وواي بتساوي 2 وزد بتساوي 3 وان بتساوي 4. فلو كنت جيت عرفت دول كنت هاجي اقول انت اكس بتساوي 1 وانت واي بتساوي 2 وانت زد بتساوي 3 وانت ان بتساوي 4. طيب، انا عملت اري لميت لي الكلام ده كله في 4 اماكن، وبقيت بنادي عليهم على حسب الاندكس. فالاولاني الاندكس بتاعه 0 والتاني بواحد، وهكذا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. طيب، لما عاوز دلوقتي اعرف السايز بتاع الاري بتاعتي دي، زي ما اتكلمنا في الحلقه بتاعت السايز اوف، فهاجي اقول له هنا برنت اف، هاجي اقول له هنا برسنتج دي، واقول له سايز اوف بالمنظر ده كده، واقول له اطبع لي السايز بتاع الايه، الاري بتاعتي. انا دلوقتي حجزت 4 اماكن، كل مكان منهم انت، واحنا عارفين الانت بيتحجز له 4 بايت، فهو كده المفروض 4 في 4 ب 16، فالمفروض يديني رقم 16. اداني 16. طيب، لو انا زودت خانه كمان، حجزت كمان انت اللي هو الخمسة مثلا، فهيبقى 4 في كام، في 5 ب 20، فيديني 20. فانا كده عرفت السايز بتاعي. فبالتالي قبل ما نبدا كده نخش في موضوع البوينترز ونربطه بيه، عرفنا فكره السايز بتاعت الاري بتبقى ماشيه ازاي. طيب، لو انا خليت دي تشار، خليت دي كار او تشار ايا كان بتنطقها ازاي، الري عبارة عن حروف، وجيت قمت حطيت فيها هنا كده بالمنظر ده، احط 1 و2 واحط 3 واحط 4. طيب، لما نيجي نشوف السايز بتاعها، نعمل printf percentage دي size of، ونقول له بقى size of الاري بتاعتي، ونحط السيمي كولون بتاعتنا ونطبع. هيقول لي 4. طب ليه 4؟ لان انا حجزت 4 اماكن، كل مكان عبارة عن كاركتر، والكاركتر بيتحجز له 1 بايت في الميموري. فبالتالي بعد ما حجزت 4 اماكن، فيبقى 4 في 1 ب4. طب لو خليتها حاجة اكبر من كده، لو خليناها مثلا قلنا دبل، نفس الفكرة برضه هيديني هيحجز لي 8 4 اماكن، كل مكان يتحجز له 8 بايت، وهكذا. خلينا على التشار هنا زي ما احنا كده. طيب، او خلينا نتعامل على الانت اللي كنا شغالين عليه من شوية عشان ما لخبطكمش. طيب، كده احنا عرفنا السايز بتاع دي ايه، عبارة عن ايه. السايز بتاعها 20 بايت. جميل. طيب، دلوقتي انا عايز اعمل بوينتر يشاور لي على الاري بتاعتي دي، او يشاور لي على اول element في الاري. فحاجه اقول int asterisk ptr بيساوي الاري بتاعتي اوف ايه، اوف 0. انا دلوقتي كده بقى عندي حاجه بتشاور لي على ايه، بتشاور لي على المكان، او بتشاور لي على المكان اللي متخزن ampersand array of 0. يعني array of 0 رقم 1 ده اللي هو هنا ده متخزن فين في الميموري، او بدايه الاربعه بايتس بتوعه، اول بايت من الاربعه بايت بتوعه رقمها كام، حطه لي في البي تي ار. طيب، لو انا عايز اجيب رقم 2 ورقم 3 من البي تي ار بتاعي ده، هنطبع ازاي؟ فالطبيعي ان انا جيت لما اجي اقول برنت اف هنا كده برسنتج دي بالمنظر ده، واجي هنا اقول له اطبع لي الاري اوف 0 بالمنظر ده، هيجي يطبع لي 1. طيب، جميل. لو انا دلوقتي عايز اطبع
عن طريق البوينتر زي ما جينا عملنا في البوينترز في الحلقه بتاعت البوينترز. فكنت بقول هنا ايه، اطبع لي الكونتنت بتاع البي تي ار، صح كده؟ اطبع لي اللي جوه، يعني شوف لي العنوان اللي جوه البي تي ار ده اللي هو عنوان الاري اوف 0، روح له وبعد كده شوف لي ايه جواه واطبعه لي. فالمفروض هيطبع لي برده واحد، طبع لي واحد. طيب لو انا عايز اجيب الاثنين بكل بساطه هقول content of البي تي ار بلس 1. يعني ايه؟ يعني خد لي البي تي ار بتاعي، جميل، بلس 1، يعني شوف لي العنوان اللي موجود في البي تي ار، بعد كده روح للعنوان اللي بعده. طب العنوان اللي بعده هو مش هيجمع عليه واحد، لا هو هيجمع عليه 4 عشان يخش عليه. فهيبدأ ان هو يشوفه، يروح يشوف العنوان اللي موجود في البي تي ار، يجمع عليه 4 وبعد كده يشوف ايه اللي جواه. طب ايه اللي بعديه على طول في الاري؟ ايه اللي بعد الواحد على طول في الاري؟ يعني اول 4 بايت محجوزين للواحد، طب تاني 4 بايت محجوزين لايه؟ محجوزين ل2، فالمفروض يطبع لي 2. تعالوا نبص كده، طبع لي 2. طب لو خليت البي تي ار زائد 2 ونبص يطبع لي 3، وهكذا. هي دي الفكره اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها النهارده، البوينترز مع الاريز. هتحتاجها قدام، بس انت كده تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الاريز بتحجز اماكن ورا بعضها للارقام، وده بيبقى اسهل للميموري لما بتيجي تتعامل. يعني لما تيجي تطلب حاجه من الميموري لما تبقى ورا بعضها، لو عندك مجموعه دواليب ورا بعضها محجوزه، غير لما يبقى كل دولاب في مكان وفيهم حاجات خاصه ببعض. تمام؟ يعني الارقام دي كلها حاجات ليها علاقه ببعضها المفروض يعني. طب هل في طريقه تانية ان انا اطبع؟ يبقى احنا قلنا البي تي ار بتاعي بيشاور على الواحد. طب لو قلت له شوف لي اللي بعده على طول، هيجيب لي الاثنين. طب شوف لي اللي بعده على طول، يجيب لي الثلاثه. طب شوف لي اللي بعده. طب لو انا خليته بيشاور على هنا الري اوف 1، فدلوقتي البوينتر بتاعي بقى بيشاور على الاثنين. تمام؟ لو انا عايز اجيب اللي بعدها المفروض يطبع لي الثلاثه، فاقول له بي تي ار بلس 1، صح كده؟ يبقى شوف لي العنوان، هي دلوقتي مشاوره على العنوان اللي فيه الاثنين، فهيروح للعنوان اللي فيه الاثنين ويجمع عليه واحد، يشوف ايه العنوان المتاح اللي بعده او ايه الحاجه، ايه العنوان اللي بعده اللي ملوش علاقه بيه. يعني الاثنين دي محجوز لها 4 بايت، شوف لي من اول ال4 بايت اللي بعد الاثنين. هيبدا يشوفهم وبعد كده يشوف لي ايه اللي جواهم بمجرد ما انا حطيت علامه الكونتنت دي. طيب بيلد وران يجيب لي الثلاثه. طب لو عايز اشوف اللي قبلها ناقص 1، روح لي للعنوان بتاع الاثنين، بعد كده ارجع لي مره، ارجع لي 1 او ارجع لي 4 بايت قبلها، بعد كده شوف لي ايه اللي موجود جوه، يلاقي 1 فيطبع لي الواحد. ده كده باختصار البوينترز مع الاريز. طيب في طريقه تانية انا ممكن اتعامل بيها بدل ما بعمل بوينتر ولا كده. الاري ذات نفسه ده كلمه ARR دي عباره عن اول بدايه الاري بتاعتي. يعني ARR دي عباره عن بتعبر لي عن الواحد، او ده العنوان بتاع الاري. لما عاوز انادي على الاري العنوان بتاعها اللي هو ARR بتاعي ده. فانا لو جيت طبعت هنا كده بالمنظر ده قلت له اطبع لي ARR بس من غير ما اقول له ايه اري اوف كام، هيديني رقم معين. طيب لو انا جيت هنا خليت ده برسنتج اكس، يبقى هو يعتبر زي بوينتر بيشاور لي على الاري بتاعتي. هتلاقي هو الرقم بتاع الاري. لما عاوز اعرف عنوان الاري بقى، اكن مثلا انت في منطقه مثلا زي اسكندريه، عندك منطقه زي جليم وسموحه، تمام؟ فانا دلوقتي جليم دي فيها عماير وكل عماره ليها عنوان. طيب فلنفترض ان جليم دي هي عباره عن اري، الاري دي جواها عمارات. فانا لو عايز اوصل لجليم، فجليم دي ليها رمز بريدي معين مثلا، فانا بروح للرمز البريدي ده وبعد كده ابدا اشوف الحاجات اللي جواها. فالاري برضو نفس الفكره، هي بلوكه من الحاجات كده. فلو عايز اعرف بدايه الحاجات دي او عنوانها او عنوان البلوكه الكبيره دي ايه، هو ده بناديه عن طريق الاي ار، حاجه شبه البوينتر تعتبر، او تعتبر بوينتر. طيب لو انا عايز اجيب اللي بعدها برضه نفس الفكره، هو الكونتنت اوف اري. لو جيت قلت له كونتنت اوف اري، هو بيشاور دايما على اول اليمنت عندي في الاري، فالمفروض هيديني هنا 1 زي ما كنا شغالين ببوينتر من شويه، نفس الفكره بالظبط. يبقى انا مش محتاج ان انا اعرف بوينتر. طب لو قلت له بلس 1 المفروض يطبع لي 2 بس، نفس الفكره. يبقى انا بدل ما انا عملت بوينتر وقمت قلت له يشاور على مش عارف ايه والكلام اللي انا عملته ده كله، انا ممكن استغل الاري بتاعتي دي، لان كلمه اري دي ذات نفسها كده هي عباره عن عنوان للكلام ده كله، من غير ما احدد اري اوف كام، اكني بقول له روح لي لمنطقه كذا، بعد كده شوف لي بقى ايه الرقم الاولاني او الثاني او عماره ايا كانت العماره اللي انا بتعامل معاها او الرقم اللي انا بتعامل معاه. اتمنى تكون حلقه مفيده وشكرا لكم.